منتوج يكون ترجمة حقيقية للتغذية الصحية الطبيعية اللي راهي أولادنا يحتاجوه، المرضى نتاعنا يحتاجوه، الآباء نتاعنا والأمهات نتاعنا يحتاجوه. معكم العبد الضعيف بكير دودو، رئيس جمعية الرحمات. رانا هنا في مؤسسة الرحمات الخيرية. هذه الجمعية اللي بدأت تأسست في جويلية 2008 في قصر بونورة. عندنا أمونك نتاع رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. تقريبا كل المرافق موجودة، من الروضة، من التحضيري، من المدارس الابتدائية، ثم يعني تدرجا إلى كما قلنا الثانوي، ثم إلى حاليا إلى جامعة. كان يعني نفتقد إلى مركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف مع ذوي العاهات، رغم أنه كانت هناك عشائر تقوم بهذا الدور، ولكن ليست بصفة رسمية وليست بصفة بيداغوجية. إذا لقينا هذا المونك، حبينا نشأوا الجمعية. إذا مشات، ربي يتقبل من المحسنين، مشاو معنا في فترات، ولكن راك تعرف يعني كي يكون المدخول نتاعك من المحسنين ماهوش اسوري باش دير خطط مستقبليه، دير ان استراتيجي ما تقدرش تضبطها بالمجهول، لانه المال هو قوام الاعمال. جات الفكره تاع انشاء مؤسسه فرعيه تكون درع واقي للجمعيه، وتكون سند ويد تعتمد عليها الجمعيه في انشاء مشاريعها وديمومه المشروع. سمينا هذه المؤسسة الرحمات بيو. هي مؤسسة إنتاجية ربحية لفائدة الجمعية، العائدات نتاعها تؤول إلى تمويل صندوق الجمعية. وهو برنامج الحقيقي ومصب هذه الجمعية هي كيف ننشئ أو ننتج منتوج يكون ترجمة حقيقية للتغذية الصحية الطبيعية اللي راهي أولادنا يحتاجوه، المرضى نتاعنا يحتاجوه، الآباء نتاعنا والأمهات نتاعنا يحتاجوه. هذه المؤسسة كانت هناك اتفاقية بين هذه المؤسسة الرحمات بيو وجمعية الرحمات في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تشغيل المرأة التي تعيش في وضعية صعبة. لا نقاش في هذه النقاط، هي نقاط أساسية محورية، من أجلها أنشئت هذه الورشة. يعني كما قال حاجة تبعا أنها لابد من إحداث مشروع تجاري باش يقوم بتسويق هذه المنتجات. انشأنا إن بتيت أتولي. حاولنا في دراسة الأتولي هذه نتاع واش لابد تكون من مادة أولية موجودة في المنطقة، وهذا المشروع كان من التمور الموجودة في المنطقة. وفرت التمور الموجودة في المنطقة، نقص اليد العاملة المؤهلة باش تخدم هذه التمور، كذلك رفع من مستوى وتثمين قيمة هذه التمور. كلها هذه إشكاليات موجودة يعني في المجتمع، في المحيط. كذلك موجود عدد هائل من النساء التي تعيشن في وضعية صعبة، سواء مطلقة، أرملة، كفيلة أيتام، ولا صاحبة عيال، يعني عندها أولاد بزاف ما همش لاحقين. الوالد راه يخدم افيك ان بتي سالير، كيفاش يلحق ينفق على واسمو. الأم لابد أنها تساهم في العملية يعني باش ترفع من قيمة العائلة نتاعها والمدخول تاع العائلة بصفة يعني عفوية، تقليدية. التمر يتفرز، يتغسل، يتندر في لي بيدون تاع 4 كيلو، 5 كيلو، 20 كيلو. درنا له يعني تسويق. كانت يعني المحسنين كانوا معنا واقفين دارينه ضمن قفة رمضان. هذا مشروع في بدايته. قدرنا اليوم نطلعوا المشروع هذا إلى منتجات أخرى، منها دبس التمر أو عصير التمر، أو يعني كما يقولوا كاين اللي يسموا له عسل التمر، ولكن هذا المصطلح فيه شوية يعني مراوغة. العسل هناك نحلة ترعى على التمر باش تجيب لنا العسل، ولكن لا، هذا نورمالمون اسمه ليكستريدودات، يعني مستخرج التمر. نخرجوا المحلول اللي موجود داخل التمر بدون غليان، بدون رفع درجة الحرارة إلى درجة الغليان.
طبعا بقضيه العصر ولا ان بوا يكون فوق التمر هذا يخرج لنا ليكستري هذاك المحلول. قدرنا نخدموا بزاف لي برودوي منه، دخلينا يحل عده مشاكل في التغذيه الصحيه الطبيعيه. كذلك بديل عن السكر الابيض او السكر الاصطناعي. محلول يعني يوضع هذا المحلول في قهوه حليب ولا في التحليه بدون ان يؤثر على اللون، بلا ما يأثرنا على اللون وبلا ما يأثرنا على الذوق. كما هناك شوكولاته طبيعيه، للطلي، لأن الاولاد نتاعنا شفناهم يعني في اللونجه نتاعهم تاع الصباح غالبا يفطروا بعده ماركات من شيكولا للطلي. هذه الشيكولا كيف نحولها الى شيكولا ولا منتج يكون طبيعي غير مضر؟ ان شاء الله انتم تقدروا تذوقوا طبعا اقتناء هذا المنتج، تكتشفوا الحلاوه نتاعو والقوه نتاعو والصحه اللي راه فيه، دي فيتامين والمنتجات الطبيعيه.